69 مليون سيارة كهربائية تجوب شوارع العالم. هناك 11 مليون سيارة كهربائية تم بيعها منذ بداية هذا العام، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 20 مليون سيارة قبل نهاية عام 2025. منها 14 مليون سيارة كهربائية سيتم بيعها في السوق الصينية لوحدها، وهذا يعادل ما تم بيعه عالمياً خلال 2023 بأكمله. الصين تنتج 70% من السيارات الكهربائية في العالم، ويسير في شوارعها 50% من السيارات الكهربائية الموجودة بالعالم. طفرة نمو السيارات الكهربائية جاءت بدعم من المنافسة على الأسعار، وتوفر أشكال جذابة تنافس السيارات الفارهة، إلى جانب انخفاض تكلفة الشحن مقارنة بأسعار البنزين، والأهم الدعم والحوافز التي تقدمها الحكومات. لكن طفرة النمو هذه تمر حالياً بأسوأ مراحلها لعدة أسباب، منها إلغاء أمريكا الدعم للسيارات الكهربائية، وتقييد الصين للمنح والحوافز للمصنعين والمستهلكين، إلى جانب الرسوم الجمركية على مبيعات السيارات الكهربائية.